أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني الجزائري بعد الفوز المستحق الذي حققه المنتخب الجزائري أمام منتخب زيمبابوي يوم أمس في أولى مباراته الودية بالسعودية. عاشت بعثة الخضر يوما مختلفا جمع بين الروح المكرمة، حيث أدوا من مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية خاصة. مشاهد مميزة عكست تلاحم اللاعبين وتركيزهم النفسي قبل دخول المرحلة الأهم من التحضيرات لكأس إفريقيا المرتقبة بالمغرب، وكانت الفرصة مناسبة أيضا للاعبين لتجديد الطاقة قبل العودة إلى برنامج التدريبات، حيث بيت الله الحرام عاد المنتخب مباشرة إلى جو التدريبات في جدة تحضيرا للمباراة الودية الثانية التي ستجمعه كما قلت بالمنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة بداية من الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر. مباراة تعتبر مقياس ومعيار حقيقي لمدى جاهزية التشكيلة الوطنية، خاصة وأن المنافس يمتلك إمكانيات كبيرة ويعد من أقوى المنتخبات الآسيوية حاليا. إذن هذه هي المواجهة غربلة القائمة والبحث عن أفضل تركيبة ممكنة قبل الإعلان النهائي عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض كأس إفريقيا. وبالرغم من الفوز على زيمبابوي الذي كان مهما من الجانب المعنوي، إلى أن مواجهة السعودية ستكون مختلفة تماما عن المباراة